ده انت يا اخويا مقشطني باول باول، مش مخلي معايا ولا جنيه. يا اخويا التلاجة فاضية والمطبخ فاضي، ما فيه لا سكر ولا شاي ولا قهوة ولا اي حاجة من اللي بتقول عليها دي. بتجري ليه يا اخويا؟ بس قول لي اللي حصل. طب ما انت اللي مقصر في البيت، مش مديني ولا جنيه. هجيب كل طلبات وطلبات البيت، انا ذنبي ايه بس؟ ذنبك يا ولاد انت ما تعرفيش تتصرفي في امور البيت، انا سايبها لك وماشي. يا اخويا ما تزعل مني، حقك عليا يا اخويا، اصبر بس ما تمشيش زي بعض. ادفلك كوبايه ميه تشربها وخلاص انت والولد الصغير ده. عايز من ايدك حاجه يا ولية؟ انا كرهت العيشه معاك، انا سايبها لك وماشي. اشبع بالبيت يا اختي وولادي. طب يا اخويا حقك عليا، ولا تزعل نفسك، اعمل لكش كوبايه ليمون تهدى اعصابك عشان خاطري يا اخويا، ما تمشيش ولا تسيب البيت. اقولك ايه يا ولية؟ انت طفشتيني في عيشتي معاكي، ما اجيبلكش ما اعملكش من غير فايدة يا ولية، وعمالة تحكي من الصبح من غير ما حاجة شايفينها منك جايبة هم. مبسوط يا اخويا كده؟ خليت الولد صرع وبيعيط وخاف مننا. الواد خاف مننا وعمال يعيط من كتر زعقك فيا وصوتك العالي. انا اريحك خالص مني، ولا تزعلي نفسك. انا اتصل بواحد صاحبي هنا يجي ياخدني من الشقه وننزل نقعد في الشارع شويه، بدل ما انا قاعد معاك يا ولية غم انت يا نكدية، بدل ما انت قاعده وش في وش كده تنكدي عليا وبسكتي الولا يا اختي مع نفسي. انا نكدية؟ انا بتطفشك من البيت؟ انا مكرهك في عيشتك؟ تشكر يا اخويا وكتر خيرك، بعد ما عيدلك 10 صوابع ال10 شمع مش مقصرة معاك. بس يا حبيبي